شكرا لكم مع بدر بانو لاعب المنتخب المغربي. بدر، فخور بكم، إنجاز رائع، وأعتقد بأنكم فخورون بأنفسكم بما قدمتم. اولا الحمد لله على هذا الانجاز التاريخي اللي كي قلتي. الان ممكن اننا نفتخروا به لان سالينا ماشي سالينا البطوله، ما زالت مقابله بالنسبه لنا مهمه. مركز ثالث العالم كنظن بان حاجه كبيره. حاولنا اننا اليوم نعطيو الماكسيموم اننا نشوفوا منتخب مغربي في النهائي. واجهنا منتخب اللي هو كبير، منتخب بطل العالم كيعرف كيفاش يربح لي ماتش. الحمد لله كنظن بان الجمهور المغربي ولا الشعب المغربي كامل راضي على الاداء ديالنا، وراضي على العمل الكبير اللي قاموا به اللاعبين منذ بداية ديال هذه البطولة الكبيرة. كنتمنى ان شاء الله انهم هما يكونوا فخورين بنا، لاننا حسينا اننا عطينا كل ما في جهدنا، وحاولنا اننا ندافعوا على قميص المنتخب الوطني بواحد الشراسة. الحمد لله اليوم ربي يكتب لنا نص نهائي، ممكن كاس العالم الجاي نفكروا فيما احسن ان شاء الله. رغم الإصابات، رغم الإنهاك البدني، المنتخب المغربي اليوم وقف حصنا منيعا أمام المنتخب الفرنسي. بالفعل هو كاينين شي حوايج اللي كيكونوا داخل الفريق ما كيكونش على الدرايه بهم الجماهير المغربيه، ولكن كنظن بان نتوما كصحفيين ولا الناس اللي قراب من المحيط ديال المنتخب الوطني كان عديد الاصابات. دائما اللاعبين كانوا كيتحاملوا على اصابات وكيبغيو يلعبوا الماتشات. الحمد لله كنظن بان جمهور هادشي كيفتخر به، لان عندك لاعبين كبار كيضحيو باصابات على انهم يدافعوا على قميص ديال المنتخب الوطني. الحمد لله حنا ما عندناش اعذار، لان اي لاعب كينزل الا وكيموت راسو على القميص ديال المنتخب الوطني. الحمد لله كنتوفروا كيف قلنا دائما على 26 لاعب. كنبغي نشكر جميع اللي ساهم في هذا الانجاز، لا من طاقم تقني، لا من مسؤولين، لا من لاعبين، لا من الجمهور الكبير اللي دائما كان في السند ديالنا وكان في الدار ديالنا. سي فري كنشوفوا الفيديوهات المعاناه ديالهم، ما كرهناش اننا نوفروا لهم احسن الظروف على قبل التذاكر، ولكن الحمد لله دائما كنلقاهم موجودين في الملعب. اليوم كنبغيو نهديو لهم هذا الانجاز، هما اللي خصهم يفتخروا بهذا الشيء يا ابري لي جوار والستاف. فخور بكم، شكرا جزيلا. Today it was a really hard اليوم game. كانت مباراة صعبة جدا. You did well, guys. أبليتم بلاء حسنا. ما رأيك؟ ما كان الخطأ؟ It's football. I don't think. هي كرة قدم، لا أعتقد أنه كان هنالك أخطاء. هنالك فريق لعب أفضل، وهنالك فريق لم يستغل الفرص التي أتيحت له. كان بإمكاننا أن نسجل ولم نتمكن من ذلك لسوء الحظ، ولكن قدمنا كرة قدم جميلة وأظهرنا أنه بإمكاننا ننافس في هذا المستوى. أعتقد أن فرنسا كان محظوظا اليوم. لا زلتم أبطالا، ذهبتم بعيدا في هذه المسابقة. لم يسبق لأي منتخب إفريقي أن يصل إلى هذه المرحلة، وستلعبون ضد كرواتيا في المباراة القادمة وأنتم واجهتموها. إذن تشعرون بالراحة والرفاهة للحصول على المركز الثالث. فعلا قابلناهم في مرحلة المجموعات، لم تكن مباراة سهلة، ولكن في هذه المرة سيخرج فائز وحيد، ونريد أن نفوز بهذه المباراة، وسنحاول ما في وسعنا حتى نعود بهذه الميدالية إلى البيت. هل لديك رسالة تبعثها إلى الجماهير؟ مثل العادة الجماهير في الملعب وفي كل الأنحاء العالم عبر الفيديوهات التي تصلنا يسعدوننا جدا. نقول كفريق وكبلد شكرا لكل من ساعدنا وآمن بنا. بديتي البطولة كلها بأربعة ديال المدافعين، اليوم لعبتي بثلاثة، واش ممكن تشرح لنا السبب؟ لا، السبب علاش كنا باغيين نبلوكيو امبابي وديمبيلي، عندهم لا فيتيس. بدينا مزيان، اون بليس كان عندنا غانم السيس مبليسي، كنا باغيين يكون مرتاح في لاكس. في الاخر مره كدير دي شوا لي جاسوم كومبليتمون بحال من الاول. اللي مهم هي ماشي لا تاكتيك اليوم، هي ليتا ديسبري كان مزيان، حطينا الماكسيموم، هي با دو ريغري افوار. بون كوراج، ميرسي بوكو، شكرا.